بشكر السيد المحافظ عادل الغبران على اللقاء المفتوح اللي بيجدده معانا كل وقت كل فتره. في البدايه طبعا احنا يعني في بورسعيد في فتره وجود حضرتك احنا بورسعيد شهدت يعني من التطور من الاعمال شغل كبير جدا. يمكن اي حد شايف على الارض ان في حاجات كتير جدا اتطورت وحاجات كتير جدا اتغيرت. بس انا ليا نقطه صغيره عايز اتكلم فيها بجانب النقطه بتاعت الوعي اللي احنا دايما كلنا بنتكلم فيها، لان دي ازمه فعلا بتواجه الشعب المصري. احنا في الشارع بنواجه كميه افكار وكميه كلام مغلوط كبير جدا. الصفحات اللي على السوشيال ميديا اللي بتتابع الاحداث وبتنقلها، يعني احنا لقينا حوت طلع قرش وكلنا شايفينه حوت، بس للاسف هم خلوه قرش والناس كلها سمعت الكلام. فحته الوعي دي احنا حتى عندنا في الشعب الجمهوري يا فندم بنتبع الخطوات في فكره التثقيف السياسي والتدريب وفكره تثقيف الشباب. يمكن احنا عندنا اكاديميه داخل الحزب بنتدرب فيها كلنا وبنطلع ننقل خبراتنا للناس في الشارع. تمام. انا حابب ان احنا زي ما الاستاذه ريم تفضلت ان احنا دايما نكون ايدينا كلنا في ايدين بعض كاحزاب. حته الوعي لازم نشتغل عليها بشكل جدي جدا، واللي احنا نحاول نغير من الشارع ومن افكاره، لان للاسف الشارع البورسعيدي بالاخص يعني طيبين شويه زياده عن اللزوم وبنصدق بسرعه اي حاجه بتتقال. والحاجات دي بتاثر على الامن القومي بشكل مباشر، يعني حتى الحاجات الصغيره جدا بتاثر يا جماعه على الامن القومي، لان يمكن ده احنا درسناه طبعا الساده الافاضل والسيدات الفضيات الموجوده اللي حتى اشتغلوا مع اكاديميه مصر العسكري او درسوا في اكاديميه مصر عارفين ده كويس. في حاجات كتيره جدا زي حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس دي بتاثر بشكل مباشر او غير مباشر على قضيه الامن القومي. الحاجه بس اللي انا عايز اتفضل يعني حضرتك تتفضل يعني تسمح لي ان انا اتكلم فيها. نقطه اللي حضرتك بتعمل انجازات كبيره جدا، لكن بحكم شغلي في الشارع انا بشوف ان في حاجات كتيره جدا ما بتتنفذش بالشكل الكامل، ولازم يكون حضرتك موجود عشان تتنفذ او حضرتك بتتابعها عشان تتنفذ. لو مع كامل الاحترام طبعا للساده مدير المديريات ووكلاء الوزاره ورؤساء الاحياء، لكن الحته دي انا لمسها مع الناس في الشارع ان بيحصل مشكله كبيره جدا لما سعادتك بتدي اي تعليمات تبقى سعادتك موجود، الموضوع بيمشي على احسن وجه او على بشكل كامل، يعني بيبقى حاجه يعني عظيمه جدا. اول ما حضرتك بتغادر او تكون مش موجود، اذا كانت مستشفى او مكان للتموين او مكان يتبع لاي جهه تنفيذيه، يحصل للاسف فيه تقصير بسيط. انا بشكر سعادتك يا فندم اللي تحت الفرصه وشكرا لك.